الآية كأنه أكو بها إشارة إلى أن الله عز وجل إذا كلف واحد بشيء ما يظلم بأجوره، بعكس الإنسان قد يظلم، وهذا اللي يظلم لواحد بأجوره ما تدري شلون الله عز وجل يعاقبه. تتصور ثلاثة، الرواية تقول ثلاثة الله عز وجل يبرأ منهم. من هذول ثلاثة؟ واحد من ظلم أجيرا أجره، يجي يشغل عامل ويسرقه، هذا يقول الله بريء من عنده، هاي واحد. والثانية رجل أعطي بالله وغدر. شلون يعني أعطي بالله وغدر؟ يعني افرض أنا أمثالي. شلون يعني أمثالي؟ احنا المفروض بينا أن نقدم للناس الزاد السليم، ما نقدم لهم الزاد المسموم. يعني مثلا أنا داعية إسلامي، لما أكون داعية إسلامي الناس تكرمني لأجل الله عز وجل، أنا ينبغي أن أراعي وجه الله فيما أقوم به من دعوة، ومن جملة مراعاة وجه الله أن أعرف أن الدين وضع لي قواعد فما أتعدها القواعد بدافع الهوى والعصبية، لأن الدين قال لي إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وآله قال لي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حقن دمه وماله. زين، إذا كان كذلك، إذا كان اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دمه يحقن، أنا الداعية اللي الناس أعطوني لله، احترموني لله، ينبغي أن أراعي وجه الله فيما أقوم به. يجب أن لا أكون لا في عواطفي ولا في مشاعري، ما أجي رأسا لمجرد عصبية بجرد قلم أكفر لي ملايين من المسلمين، نبه لي، أو أخدع الناس بالدين فأشرق الناس بالدين. شايف؟ وتتلاحظ أكو في واقع الأمر قضايا من هالنوع موجودة مع الأسف في تاريخنا، موجودة تماما في تاريخنا. يعرف الحق ويزوغ عن الحق، يعرف الحق نعم ويزوغ عن الحق. خلي هذا اليوم سألني واحد سؤال، قال لي مولانا شو انتو يقولون أن انتو ما تأخذون بكل آراء الصحابة. قلت له يا أخي منين لك هالكلام هذا؟ أولا الصحابة مثل غيرهم، احنا نقدرهم نقيمهم، مو بس احنا، اكو شريحة كبيرة من علماء المسلمين تعتبر الصحابة حالهم حال غيرهم، الموثوق يأخذون برأيه والمو موثوق ما يأخذون برأيه. خلي أضرب لك مثل، يعني مثلا يوم من الأيام روى أبو هريرة أن الذي يحمل جنازة عليه أن يتوضأ، حديث عن الرسول، إذا حمل جنازة في نعش عليه أن يتوضأ. جابوا الخبر لعبد الله بن عباس، قال أنا ما أتوضأ من أعواد يابسة. منو قال؟ ما أخذ برأيه، ترك. زين. مثلا يوم من الأيام قال هذا الرجل، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله حديث، إذا جلس أحدكم من نومه فلا يضع يده في الأناء، فلا يغمس يده في الأناء، فليغسل يده قبل أن يغمسها في الأناء، لأنه لا يدري أين باتت يده. زين. وصل الخبر إلى عائشة، قال ماذا نصنع بالمهراج؟ المهراج حوض من صخر كبير مملوء ماء. قالت هذا شلون احنا غادا نشرب ايدينا بيه عادة، مثل الحوض نجيب ايدنا نضغطها بيه، ايش نسوي للمهراج؟ يعني شي نجيب ماء من نجيب مكان الماء؟ صعب. ولم تأخذ بقوله، يعني هي لما ما أخذت بقوله معناه احتقرته؟ لا، عرفت أن هذا الرجل مو مصيب برأيه، مو مصيب إما لأسباب، ما عدم عدالة مثلا، أو مو عدم عدالة نسيان، أو لا مثلا سمع شيء خلاف الواقع. على العموم أكو علة من العلل، هذا مو معناه إذا واحد أخذ برأي واحد احتقر الآخرين. سيدي احنا عندما نقدس أهل البيت، لأن أهل البيت عدلوا الكتاب، لأن إجماع المسلمين على أنهم عدلوا الكتاب، هذا يعتبر أحد المرجح، عدل الكتاب يعتبر أحد المرجحات لأخذ قولهم، تقديم قولهم على غيره. فالمسألة رجل الدين يجب أن يكون أمين على الدين. الدليل وين يقوده؟
يأخذ بالدليل. أما أن يقود الهوى لا، هذا يعرض إلى عقاب الله. فلذلك الله عز وجل يقول ثلاثة أنا بريء منهم دولة. أولا من ظلم أجيرا أجره، بعد ومن أعطي بي ثم غدر، ومن باع حرا فأكل ثمنه. شلون باع حر وأكل ثمنه؟ كأنه أحيانا كانوا افرض يجون بإفريقيا يخطفون السود ويبيعون، يذبون عليهم كلاليب من البواخر ويجيبوه ويبيعوا عبد. نبلي عبيد تؤخذ من طريق غير مشروع، يستعبدون الأحرار. والله عز وجل خلق الناس أحرارا، احنا ما عندنا واحد ينولد عبد أبدا. العبودية أمر طارئ، لكن دول كانوا يستعبدون الإنسان. شوية ترى طرق الاستعباد مرة يكون للأفراد ومرة يكون لشعوب أحيانا. واحد يستعبد له، شلون يستعبده؟ يحوله إلى عبد؟ حول إلى عبد إذا ركع على الرغيف. ركع، خلاه جائع مضطر يطارد على رغيفه، ركعها. ما إذا ما تركع لي ما تأخذ رغيفك. حارب برزقه، حارب بكيانه، حارب بوجوده، أخضعه، حول إلى عبد. حول إلى عبد. ويصان ذاك لأنه من معشر، ويضام ذاك لأنه لا يركع.